هنشوف مع بعض أغرب حاجات صورتها كاميرات المراقبة. دي أفعى يا شباب بتهجم على بقرة، بس الغريب إن هي ما أذتهاش، لا دي بدأت ترضع منها. قبل ما نبدأ هنعمل حاجة مع اللهم اغفر لكل من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه يا رب العالمين. ده بقى الكرسي بيترمي لوحده، يعني دي في كائن أو في حاجة، الله أعلم إذا كان جن ولا إيه. في خيال بيظهر هناك أهو، اللي شايف في حاجة بتظهر بعد الكرسي، ده خيال والكرسي بيتحرك لوحده. ده بيت يا شباب بيقولوا ان هو صحيوا لقوا الكلب مفزوع، الكلب بيشوف حاجات، لكن لما رجعوا الكاميرات المراقبة لقوا حاجات غريبة بتحصل. دي 3 بنات اخوات قاعدين مع بعض، فهنا بيقولوا ان الجن لبس واحدة فيهم. ركزوا في البنت الصغيرة، ركزوا ايه اللي هيحصل مع البنت الصغيرة. شايفين في حاجة بتسحب البنت الصغيرة، اخواتها خافوا وبدأوا يتراجعوا. أعوذ بالله، معرفش الحاجة دي حقيقي ولا ايه، او هم بيلعبوا او بيهزروا. ده الله لو طب الجن ممكن يعمل حاجة زي كده؟ الله اعلم، اللي عنده خلفية شاركنا في التعليقات. ده بقى حاجة بعيدة عن الرعب. دي واحدة بتسرق سجادة قديمة الناس نشرينها على البلكون. شايفين المفترية طلعت فوق العربية وسحبت السجادة وعاملة نفسها بقى ايه، البريئة الشريفة. شايفين يا شباب، خدت السجادة، هتلم السجادة وتخلع بيها يا بنت الجنية. ده بقى كاميرات المراقبة بترصد كائن غريب على الضفاف نهر دجلة. شايفين، ركزوا في الناحية التانية من النهر، الناحية التانية من ناحية الشمال، ركزوا في كائن بدأ يتحرك. طبعا اللي نشر الفيديو ده يعني ذاكر ان هو فين مكان بالظبط. بيقولوا ان هو على نهر دجلة قرب سدة الكوت. شايفين هناك الكائن على الناحية التانية. يا ترى الحاجات دي حقيقي ولا ده جن ولا دي كائنات بتظهر؟ الله اعلم، اللي عنده خلفية يشاركنا في التعليقات. طب هل الجن ممكن يظهر قدام الكاميرا؟ هنا بقى يا شباب دول بنتين نسوا او هم ما يعرفوش ان الاسانسير فيه كاميرات، فهم بيعملوا حاجات مش حلوة مع بعض. شايفين ده حارس ليلي، هو حس ان في حاجة بتدور حواليه، حس ان في حاجة بتدور حواليه، في اصوات، في حركة. لو انتوا خدت بالكم ركزوا وراه، ركزوا ورا الحارس، في حاجة بتظهر هناك، حاجة لابسة ابيض او كائن، او ممكن يكون حد بيعمل فيه مقلب، الله اعلم. وراه خالص في حاجة بتظهر. شايفين هي ظاهرة هناك لابس ابيض، هو لما بيجي بيتلفت ناحيتها بتختفي. والله الله يكون في عون الناس اللي شغالة في اماكن مقطوعة والله يا شباب، لان الجن حق، يعني الجن موجود، والاماكن المسكونة طبعا موجودة في كل مكان. يعني الاماكن المسكونة دي حقيقي، في اماكن مسكونة بالجن، بيحصل فيها حاجات وبتتحرك فيها حاجات وبتظهر فيها حاجات، لان الجن ده عايش معانا طبيعي في كل بيت وفي كل مكان. دي واحدة برضو، دي بنوتة واقفة، في حاجات برضو بتحصل غريبة، في حاجة هتحصل لها غريبة. اول حاجة الدور بيتفتح لوحده، هي طبعا خافت وجريت، اي حد مكانها كان هيعمل كده. ده في واحد لو حد مكانها كان ممكن راح فيها. ده طبعا لابس حاجة على عينيه تقريبا، هو لسه ما شافش حد دلوقتي، هو حاسس بحركة حواليه. طبعا هو بينده على مامته. شايفين في حاجة رفعت التيشيرت بتاعه. طب هل الجن ممكن يتعامل مع الإنسان؟ يقدر يتعامل مع الإنسان ويقدر يعمل كل حاجة مع الإنسان. الدليل على كده ان انت ممكن تنام وتقوم تلاقي في كدمات او في حاجة في جسمك بتبقى نتيجة لمس الجن ليك. شايفين دي حاجة بتترمي، دي سكينة او حاجة اترمت عليها. طبعا الحاجات اللي زي كده هي متأكدة ان هي عايشة لوحدها في البيت، يعني مفيش حد معاها. شايفين دي الدراجة اتفتحت لوحدها، الحاجات بتتحرك لوحدها، حاجات غريبة، حاجات مرعبة.
البيوت اللي بتبقى خالية دي طبيعي بتبقى مسكونة، البيوت اللي بتبقى خالية بتبقى مسكونة. ده طبعا ده مدخل البيت او مدخل عمارة قديم. شايفين دي اثار طالعة. هنا دواليب المطبخ، الضرف بتتفتح لوحدها. حاجة في كمية الرعب والله. طبعا بلاد بره فيها الحاجات دي كتير لانه ما عندهمش دين ولا عندهم قرآن ولا الحاجات دي كلها، فتلاقي الحاجات دي كتيرة جدا في بره مصر او في البلاد اللي لا دين يعني. دي بنت في فندق، في حاجة حصلت معاها في الغرفة، الكلام ده حقيقي، والرجال الامن راجعوا الكاميرات. شايفين هي دخلت اسانسير وقفلت الاسانسير، ما مش عايز يقفل، كأن في حد واقف قدام باب الاسانسير. بص هي جريت اهي في الصالة، دخلت الاسانسير بتقفل. طبعا الاسانسير ما بيقفلش رغم ان مفيش حد قدامها، يعني معنى كده ان الحساس بتاع الاسانسير شايف ان في حد قدام الباب، او هي شايفة حاجة او. المهم ان المقطع ده بيقول ان هو حقيقي، يعني رجال الامن راجعوا الكاميرات وهو المقطع باين ان هو حقيقي. يعني شوفوا في اخر المقطع ده هتلاقوا فيه صحيح رجال امن. شوف لما طلعت وهو تقريبا مش وراها، الاسانسير بدأ يفتح ويقفل، او هو دخل وطلع الكائن او الجن. شايفين؟ خلي بالكم بقى، هنا هي اول ما تجري في خيال هيجري وراها. ركزوا في الحتة دي كويس. شايفين؟ ده خيال اتحرك وظهر على الحيطة. حاجة في كمية الرعب. شايفين؟ هم دخلوا الأوضة اللي كانت فيها، لقوا الحاجات متبهدلة، الهدوم بتاعتها متبهدلة. بس هل هذا ممكن يكون مثلا من فعل مثلا حرامي او كده؟ بس الحرامي اكيد كان هيظهر في الكاميرات. شايفين؟ دي رجال الامن طبعا بتراجع الكاميرات وبتراجع الحادثه اللي حصلت. هنا في سلك شايفين فتح الباب ازاي؟ سلك بيمسك بيه المقبض بتاع الباب وبيفتح الباب من جوه. شايفين؟ هو بمجرد ما فتح الباب هي طلعت تجري. ده عامل ديليفري بيوصل بيتزا، فطلع له الكائن الغريب ده. قول له بصراحة لو انت بقى هتعمل ايه؟ لو انت مكانه هتعمل ايه؟ الابطال اللي مكملين معانا الفيديو لحد دلوقتي ما تنساش دعم الفيديو باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لك كل جديد، واي حد حصل معاه موقف غريب يحكوه لنا في التعليقات. ده بقى ده تصوير حقيقي 100%. شايفين؟ فيه خيال عدى، ممكن